ذلك الوهم هو ما ينخر مليا في السلوكيات ويتحول لمفاهيم غريزية ويتمذهب الأفراد بها، مما ينجم عن ذلك من استساغة للخضوع والتسليم به، حيث يتم الانصهار وذوبان الخاصية المجتمعية عبر الاندماج الذي هدفه زوال القيمة والخاصية، حيث نرى أمما عديدة جعلها الاندماج القسري بلا لغة وبلا خاصية، وتدريجيا هم بلا أرض. فالذوبان في البوتقة العرقية الحاكمة هو نتيجة أخيرة يتم عبرها نجاح إلغاء الهوية الحقيقية مقابل انتصار الثقافة السلطوية ومجموع قيمها، نظرا لكونها ثقافة مهيمنة بالقوة. مثالا، هيمنة اللغة الإنجليزية على العالم لتكون اللغة العالمية الأكثر انتشارا، كون هذه اللغة كان أوائل الناطقون بها إنجليزا استطاعوا فرضها عبر قرون من الإبادة والسهر والاستعمار. ويتم فرض اللغة عبر الدين، مثالا العرب والإسلام والقرآن العربي الذي جعل السيطرة على الأراضي وتوسيع الملكية سهلة عبر إقحام اللغة العربية والتقاليد البدوية في الدين. وهكذا يتم ابتلاع الأراضي بسكانها الأصليين خدمة للغة والدين والعروبة. وفيما بعد وعلى غرار ما سبق، حاول العثمانيون فرض اللغة التركية أثناء فترات مكوثهم. وهكذا إن انتشار اللغات مرتبط بالسيطرة واختفاء ثقافات لصالح بروز ثقافة واحدة، هو السلطة القامعة الفارضة للهيمنة بأشكال ومسوغات عديدة. وفي الوقت الحاضر برز الإعلام ليؤدي وظائف تفوق الوسائل التقليدية المتحلقة حول القوة، ليستمر الصراع على ذات الوتيرة وعبر إشراك القوة العسكرية لاستمرار احتكار الثقافة والأرض والفرد والمحافظة على ما هيمن عليه الأسلاف المحتلون. مثالا، بروز التصارع بين المحور السني تركيا السعودية ضد المحور الشيعي إيران، إلى جانب طموح أحفاد الاستعمار القديم أمريكا روسيا أوروبا، وتصاعد التنافس نحو التسلح والتنافس الصناعي كوريا الصين. وحينما تغدو الآلة الإعلامية مجرد وسيلة هشة لتعميق الهوة المجتمعية، تغدو الوسائل الإعلامية مجرد أدوات لتسعير الحروب والفتن، ويتم ضرب منظومة الحياة ومفاهيمها الخامة لصالح الاتجار بالقيم، وذلك تعبير عن حرب شاملة ضد قيم الحياة الأولى التي لطالما عمد المعرفيون لصونها، بيد أنها مستهدفة من قبل أرباب المافيوية الاقتصادية التي تعمل لنسف الحياة الروحية والقيم الجوهرية باستمرار لأجل دوام الخضوع والاستبداد. وأمام ذلك فللمعرفيين أبناء الوجود مهام جمة تتلخص في الحفاظ على حيوية المواجهة وبروح فكرية أخلاقية. فالصراع الأزلي بين أنصار الحياة النقية وأنصار التشويه والقبح تتجلى في كل زمن. ولو جمعنا كل الصراعات على اختلاف مسبباتها ونتائجها وأشكالها وحيثياتها لاستطعنا تلخيصها بصراع واضح وشامل بين قوى التنوير وقوى الجشع، والمعرفة تنتصر على الدوام لصالح المعرفيين وجهودهم الشاقة.
لصالح القوة التي تعمل لإحياء الجمال والخير والحق العام. أمكن لنا أن نقول أن جبهات النور ما تلبث أن تنهض متجلية بكفاح المعرفيين الشاق والطويل لصنع حياة مبنية على المساواة والرفاهية من خلال دوام الجهد وصدق المسعى، ولعل المظلومية التي تلاحق الإنسان المبدع في ظل منظومة القمع والتهميش مستمرة، والصراع لأجل رفع هذه المظلومية واستبدالها ببيئة نظيفة للإبداع دائم ولا يتوقف ولا ينحصر في بقعة جغرافية من الوجود.